اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم في قناتكم خفيف وظريف. في فيديو اليوم جيتكم بوصفة التريليتشيا ولا كيكة الحليب التركية. هي في الأصل كيكة برازيلية ولكن تعرفت على أساس أنها تركية، ما عليناش فيها. المفيد جيتكم بالدبارة هذه ولا بالوصفة هذه الأصلية، ولكن زاد بأذواق مختلفة تفرحوا بهم وليداتكم ولا تعملوها في مناسباتكم ولا حتى تنجموا تعتمدوها كمشروع منزلي. نبداو بسم الله. أول حاجة في المقادير عندي 3 كعبات بيض بدرجة حرارة الغرفة. بالمناسبة العظم اللي استعملته الحجم كبير. باش نضيف عليه رشة ملح، 100 جرام سكر حبيبات، ونخفقهم ولا نضربهم بالركاز الكهربائي حتى لين يتضاعف الحجم متاع العظم ويبيض. اكيد السكر يذوب المده ما تقلش على 3 دقائق كما قلت لكم بالركاز الكهربائي. يلزمنا نركضوها مليح مليح مده 3 دقائق حتى لين يتضاعف الخليط متاع البيض واللون متاعو يفتح يجينا يولي لنا ابيض. نكملوا نخفقوها مليح مليح. هنا باش نفوحها بالفاني سائله، كما تنجموا تستعملوا كما استعملت فاني سائلة ولا سكر فاني ولا برش ليمون ولا برش برتقال، لكم حرية الاختيار. اللي موجود في الدار اتفاوحوا به، جود بالموجود. بعد ما ضفت الفاني ضربتها شوية باش يتخلط مع الخليط. هنا عندي 120 جرام فرينة عادية متعددة الاستعمالات. تحبوا تستعملوا فرينة متاع حلويات ما يضرش ولا ينفع الوصفة في حتى شيء، يعني عادي ما هوش مش يعطي حتى إضافة. ضفت لها 10 جرامات خميرة حلويات، نخلوهم مع بعضهم مليح. هنا ضروري جدا ان نغربلوا الفرينة والخميرة باش من بعد نتحصلوا على كيكة هشة وما هيش ملبدة من داخل ولا مكبدة. المفيد نتحصلوا على جنواز ناجحة. هنا كما تنجموا تخفقوا ولا تخلطوا الفرينة مع البيض ولا خليط البيض، كما تنجموا تعملوها بالخفيقة الكهربائية ولكن يكون الفيتيس ناقص، ولا حتى بالسباتيول تبداو من القاع وانتم تخلطوا للفوق حتى لين يتخلط الفرينة الكلها وما نتحصلوش على تكتلات. يعني نتخلصوا من التكتلات متاع الفرينة الكل، نتحصلوا على جنواز هكايا. بالنسبة لي حطيتها في طبق 30 على 20. نوزعوا الخليط متاع الكيك في الطبق باش تكون يعني من الجهات الكل يكون متساوي. اكيد جدا البلاطو متاعنا يلزم يكون مغلف بورق الزبده. ومن بعد ما نوزعوه الخليط في الطبق نضربوه ضربتين على الرخامه ولا على سطح العمل باش نتخلصوا من الفقاعات متاع الهواء اللي تكون موجوده في الكيك. الفور اكيد من قبل ما نبدا نخدم في الكيك كان يشعل على 170 درجه، تبقى لنا ما بين 25 و 30 دقيقه. هنا الجنواز متاعنا بعد ما طابت وخرجتها نخليوها تبرد على راحتها ونقلبوها. اكيد نحيولها ورق الزبده اللي طابت فيه. ما شاء الله شوفوا كيفاش مثقبه وناجحه، يعني بالحق ناجحه 1000%. هنا بعد ما بردت يعني ما هيش بردت 100%، ولات دافية على خاطر لو كان نخليوها تبرد بالكل من بعد كي نعطيو نحطوا لها الخليط نتاع التسقية ما تتشربش. دوما ما تبدا تدفى والحرارة نتاعها تتحملها ايدينا نبداو نخدموا بها. بالنسبة لي التريليتشيا باش نعملها في علب فردية، قطعتها هكايا على حسب كبر العلبة ولا البواطة اللي باش نخدم فيها. بالكمية هذه تحصلت على 4 علب فردية وبلاطو بيركس صغير. أطو تشوفوا هنا كيف ما وريتكم تحصلت على 4 علب فردية وبلاطو بيركس صغير. تويكا باش نحضروا الخليط متاع التسقية. خذيت 400 مليلتر حليب عادي ومش نضيف عليه ما يقارب مغرفتين ولا 3 كريمة الخفق باش هكايا تجينا تريليتشيا متاعنا غنية. فما شكون اللي يزيد لها مع الحليب الحليب المكثف المحلى. بالنسبة لي ما يعجبنيش وهذا ذوق شخصي على خاطر نحس الحلاوة متاعها تجي ياسر. بالنسبة لكم انتم كان ما تقلقكمش الحلاوة تنجموا في خليط التسقية تحطوا شوية حليب مكثف محلى. انا بديت نسقي في الجنواز، يلزمها تكون مسقية مليح مليح ونخليوها تتشرب على جنب. نتعداو باش نعملوا الكريمه متاع التريليتشيا. فما شكون اللي يعملها بالكريم شانتي وفما اللي يعملها بالكريم ليكيد. بالنسبه لي خذيت 400 مليلتر
كريمة سائلة تكون باردة بالكدا، على الأقل 24 ساعة تكون في الثلاجة ولا في الفريجيدير. ضفت لها مغرفتين أكل متاع سكر عادي، يعني سكر حبيبات مش نخفقها شوية. هنا حبيت نحط لها جيلاتين باش نضمن انها تتماسك مليح. عندي 2 غرامات من الجيلاتين، مش نضيف لهم شوية ماء سخون، نحلهم هكاك مع بعضهم مليح. بعدك نصفيهم بالصفايه، وهذه خطوه مهمه ياسر، ونضيفوها للخليط. ما تتقلقوش لو كان شفتوا الخليط ساح شويه نتاع الكريمه، عادي جدا. من بعد كي تدخل الفريجيدير تشد روحها مليح مليح. كملت خفقت الكريمه وبعد حطيتها في كيس حلواني. ديما نقول لكم كي نحطوا في البوش الخدمه تجينا سهله ونظيفه. هنا بديت نحط في الكريمه في العلب الصغيره، نحطوا كميه متوسطه يعني ما نكثروش، وزاده ما نحطوش شويه بكل. هنا كملت العلب بالفرديه. حطيت زاده في البيركس اللي قلت لكم بيركس حجم عائلي، باش نستويها ولا نسطحها باي سباتول ولا مسطره تخدموا بها في الكوجينه تكون نظيفه. استويت الكريمه هكاك فوق جنواز حتى لين تحصلوا على السطح يكون املس وهكايا يكون مستوي. نكمل الطريقه كيف كيف. بعداك تويكا باش نبداو في التوبينغ نتاع التريليتشي نتاعنا ولا الجاتو نتاعنا. بالنسبه للبيركس هنا خيرت اني نقسمه على 2 بكعبات لوز، باش كل نص نزينه بطريقة معينة ولا بحاجة معينة، ولكن في الاخر قسمته على 4. اول ذوق باش نعملو التيريليتشيا بذوق المانجا. خديت كعبة مانجا عادية، قسمتها مكعبات وما ضفت لها حتى شيء، لا ناباج ولا عسل ولا حتى شيء. حطيتها فوق الكريمة نتاع التيريليتشيا، وضفت لها شويه نعناع هكايا باش نعطيوها باش تنور معانا ولا باش تنطق معانا الجاتو. بالنسبه للذوق الثاني باش نعملوا ذوق اللوتس ولا كريمه سبيكولوز. على فكره هذه الكريمه عملتها وحدي في الدار، لو كان تحبوا نشارك معكم الطريقه خليولي في التعليقات. ناخو مغرفتين كريمة ولا من كريمة اسبيكيلوز، نحطهم في الميكرووند ولا على حمام مائي، غير نرخفها هكاك بدون إضافة حتى شيء. لا ضفت لها لا زيت ولا حتى حاجة، غير دفيتها شوية في الميكرووند فقط مدة 30 ثانية. كيف كيف نحطها فوق الكريمة، نحاول نستويها بشوية هكاك باش تكون متوزعة في الأطراف الكل. وبالنسبة للزينة أنا خديت كعبة بشكوت ولا كعبة بسكوي لوتس، فترشتها هكاك قطع متوسطة وحطيتها من فوق، ومن فوق كراميل حطيت كعبة بسكوي كاملة. بالنسبة للذوق الثاني. أما للذوق الثالث ولا النوع الثالث أنا خديت كريمة البيستاش كيف كيف بدون أي إضافات، ما حطيت لهاش لا زيت لا حتى شيء. عملت لها خطوط عشوائية، وعندي شوية خليط متاع كنافة بالفستق من وصفة أخرى، حطيت شوية من في الوسط، وبعدك زينتها بأنصاف متاع بيستاش. ما فماشي ما أسهل من هكا. أما النوع الرابع أو الذوق الرابع اللي بالحق باش يعشقوه كبار وصغار، هنا خديت مغرفة من شوكولاتة الدهن أي نوع، حطيت معاها مغرفة صغيرة زيت نباتي، وخففتهم ولا حطيتهم في الميكرووند باش يذوبوا شوي، وبعدكش نوزعها بالطريقة هذه فوق الكريمة. ومن بعد بالنسبة للزينة انواع الشكالت اللي عندي في الدار الكل حطيتهم. هنا حطيت لي بار هذوما متاع الميلكا، زدت حطيت كعبة من بديل الأوريو، شوية شوكولا بالبفريوة، عندي زادة الطرون متاع شوكولاتة. المفيد اللي عندي في الدار كل حاولت اني نزين به. بالنسبة لكم انتم تنجموا تكتفيوا بالنوتيلا وتعملوا خطوط من نوتيلا البيضة ولا تخليوها هكاك. المفيد كل واحدة تزين على بالطريقة اللي تحبها. أما البيركس اللي هو بالحجم العائلي، هنا كما قلت لكم قسمته على 4. قسم حطيت فيه غير جوز الهند، قسم حطيت فيه بديل الأوريو، القسم الثالث حطيت فيه شوية من كريمة الفستق وشوية أنصاف من الفستق. وبالنسبة للقسم الرابع زينته بشوية ولا قطع نتاع شوكولاتة فقط. انتوما تنجموا تعملوا فكرة واحدة، تنجموا تطبقوهم الكل، لكم حرية الاختيار. نحب نقولكم لو كان عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق اللي يحفزني ويشجعني ونخليني نشارك معكم أكثر وصفات.
وهذا مواصفاتنا كانوا لنهار اليوم. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، وان شاء الله ربي يحسن ما بين ايديا وايديكم وتفرحوا صغيراتكم وعائلاتكم. وطوما بقريكه باش نقول لكم في حلقه اخرى وبنا اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.